بصوا يا حبايبي، بصوا البانيه اما تتبلوه لازم يبقى بالشكل الجميل ده وترصوه بالشكل ده، وعندنا الزيت يكون ساخن وننزل بقطعه البانيه بالطريقه دي. طبعا انا بحط الزيت كتير عشان بغير الزيت، يعني من صينيتين او من 3 لما الاقي شكل الزيت اتغير بضطر ان انا اغيره واحط زيت نضيف، فمش بحط زيت كتير بقى عشان هدلقه حرام. تتبيله البانيه بتاعتك ايه يا مريان؟ بصوا حبايبي، انا بتبل البانيه ببصلتين وطماطمايه وملح وفلفل وشويه 7 بهارات فقط لا غير. بتبله من بالليل للصبح. عيد الصبح هجيب طبق فيه شويه بقسماط، على طبق جنبيه شويه دقيق وبيضتين بضربهم واحط عليهم شويه لبن وملح وفلفل وحبه توم باودر وبصل باودر، وبقلبهم واتبل فقط لا غير. مفيش توم باودر ولا بصل باودر، عادي ملح وفلفل وشويه 7 بهارات صغنطاطين. 7 بهارات بتبقى شامله كل حاجه، بس كده. واجي احط دي في البيض واطلع احطها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض، وبعد كده احطها في البقسماط. بيطلع معانا بقسماط مقرمش والطبقه ثابته عليه وما بتتغيرش زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. طبعا اول ما بتحمر من هنا بنقلبها على الناحيه التانية وبنوطي النار عشان يستوي، ما يحمرش على طول كده ويبقى لسه اللحم مش مستوي. اول ما يوصل اللون الذهبي بالشكل ده، ثانيه اوكي عشان دي بقلب بيها، نروح مطلعاهم وحطاهم على المصفى، مطلعوش على مناديل ده. بصوا يا حبايبي بالمنظر ده، انا لسه مطلعاه، حبيت اوريلكوا القشره ثابته ما بتتحركش. وادي الطبق التاني اهو، دول صغيرين فحطيت 3. وزي ما قلت لكم ان الزيت بيغير على طول، فانا عشان كده مش بحط زيت كتير. شايفين الزيت ابتدى يغير، يعتبر من تاني صينيه، فانا هطلع دول واغير الزيت. بصوا يا حبايبي اهو عملته، بس طول الكميه دي يا جماعه نص كيلو بانيه. بصوا طول الكميه دي نص كيلو بانيه يا حبايب قلبي. بصوا مقرمش جدا، القشره ثابته عليه زي ما قلت لكم. بصوا خطير جدا، شايفين مقرمش جدا، القشره ثابته عليه زي ما قال الكتاب. حلو قوي. شايفين؟ يا تفتكروني انا بعمل لكم في واحده بس، كله مقرمش. اعملوه بالطريقه دي بجد هيطلع معاكم حلو جدا وخطير. انا طبعا ما رضيتش اصور الفيديو من بدري، البصل والطماطم عشان عارفه ان اكيد كلكم عارفينه، وممكن تتبلوه قبلها بساعتين، مش لازم قبلها بيوم يعني. بس انا كنت بالليل بعمل حاجات فقلت اتبله بالمره، بس هو ممكن يكون قبلها بساعتين هيبقى حلو جدا. شايفين؟ حلو خالص. تعالوا بقى اتغدوا معانا.